السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. هوريكم ازاي تستفيدوا من ازايز الدواء الفاضية ونعملها اعادة تدوير. ودي كده الحاجات اللي احنا محتاجينها: ازازة دواء فاضية متنضفة ومغسولة كويس، مقص، لولي بيبقى نص حباية لولي، شريط للتزيين، والشريط ده رخيص جدا مش غالي، واخر حاجة المسدس بتاع الشمع. شلت الغطا بتاع الازازة، والحتة اللي تحت الغطا دي قصيتها كده بالمقص. وبعدين هاخد صف واحد بس من شريط التزيين ده، بيبقى عبارة كده عن فصوص صغيرة. هلزقه هنا كده في اخر الازازة، هثبته الاول بشمع، احط شوية شمع صغيرين واثبته كده الاول على الازازة. واحط شوية شمع كده صغيرين واكملها بالشكل ده كده. الشريط ده بيتباع بالمتر ورخيص جدا مش غالي، انا باخد منه المقاس اللي انا عايزاه. بحط كده عليها شمع وبكملها كلها. انا بحاول ان انا اسرع الفيديو شوية عشان ما يبقاش طويل عليكم. بالشكل ده كده. والزيادة دي بقصها بالمقص. ودي كده بعد ما كملتها، بعد كده هحط صف من اللولي، بحط شمع واحط حباية لولي. واللولي ده بتبقى عبارة عن نص حباية، ما بتبقاش حباية كاملة. بالشكل ده كده. وبعد كده هكملها وهوريها لكم. ودي كده شكلها. بعد كده هاخد تاني صفين من الشريط ده، هحطها هنا كده فوق اللولي، هثبتها بشمع برضو. بلفها كده على الازازة بالشكل ده كده. وبعد كده كملتها، والزيادة دي بقصها بالمقص. ده كده شكلها. بعد كده هحط لولي تاني بالشكل ده كده، وهكملها وبعد كده هوريها لكم. وده كده شكلها. بعد كده خدت حتة عريضة كده هلزقها في نص الازازة، بحط شمع وبلزقها وبلفها كده على الازازة. وبعد كده هكملها. ودي كده شكلها. بعد كده هحط صف تاني من اللولي وهكملها. وكده بعد ما كملتها، بعد كده خدت صفين تاني من الشريط ده، هلزقه هنا كده فوق اللولي بالشكل ده كده وهكملها. وده كده شكلها. وهحط صف تاني من اللولي هنا فوق كده. وطبعا موضوع التزيين ده دي حاجة ترجع لكل واحد، هو بيحب شكل الحاجة بتاعته شكلها ايه. هكملها. وكده بعد ما كملتها، بعد كده في الاخر خالص هحط ده كده على الغطا من فوق مكان الغطا يعني، حتة عريضة كده انا واخدة مقاسها بتبقى قد الغطا، والزقها كده. والحتة اللي باينة دي هحط برضو صف من اللولي عليها، مش هسيبها باينة كده. ده. وبعدين هكملها وهوريها لكم. وبعدين جبت عصاية من بتاعة الشيش طاووق، وجبت حتة صغيرة من عجينة السيراميك عملتها كورة، وهدخل فيها العصاية كده بالشكل ده كده. وهحط شمع وهلزق حتة صغيرة من الشريط اللي انا زينت بيه الازازة، بلفه كده على العجينة او على الكرة اللي انا عملتها من عجينة السيراميك. وعجينة السيراميك انا عملتها معاكم قبل كده بالشكل ده كده، بتبقى في نص الكورة كده بالظبط. وبعد كده الزيادة هقصها. واحدة كده لولي من فوق في النص بالظبط كده. وده كده شكلها. انا كنت عاملة اتنين كمان بالشكل ده كده. حطوا كده في الازازة، هوريكم الفكرة في الاخر. وكنت عاملة شكل كمان. وبعد كده جبت شوية مية صغيرين وحطيت عليها زيت برفان اي نوع انت عايزاه، وقلبتهم كده كويس.
بعد كده جبت سرنجة وهبتدي اسحب المية دي واحطها جوه الازازة. انا عملتها بالطريقة دي كده عشان مش عايزة ابهدل الازازة من بره، والمية دي هتحافظ على زيت البرفان مش هتخليه يطير على طول. والفكرة دي جميلة جدا، هتعطلك بيها المكان اللي انت هتحطيها فيه، سواء في الانتريه او في اوضة النوم او في السفرة او في اي مكان انت هتحطيه فيه. اتمنى ان هي تعجبكم. ودي كده هيبقى شكلها. طبعا انا عجينة السيراميك اللي انا حطاها فوق دي انا بسيبها تنشف خالص، وبعد ما بتنشف بحطها كده في الازازة. حطيها في اي مكان في شقتك انت عايزة تبقى ريحته كويسة وريحته حلوة. العصيان دي طبعا بتمتص المية وبتمتص الزيت وبتطلع ريحة كويسة جدا. وانا كنت عاملة واحدة تانية بالشكل ده كده، حاطة فيها وردتين. ولو عجبتكم الفكرة بتاعتي ما تنسوش تدوسوا على اللايك وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم.